تخيل معايا المشهد دوت. راجل ساب بلده وانتقل لبلد جديدة، مفيش معاه أي فلوس، مفيش معاه أي ممتلكات. قابل راجل تاني عرض عليه نص فلوسه وياخد بيت. فتصور رد فعل الراجل ده ممكن يكون ايه؟ العجيب ان الراجل رفض تماما ودعا للراجل وقال له كلمة شهيرة جدا كلنا نعرفها، ألا وهي دلني على السوق. يعني وديني المكان اللي أنا بفهم فيه علشان أبدأ أشتغل. تفتكروا راجل بالعقلية دي ممكن يوصل لحد فين؟ يلا بينا نعرف مين هذا الرجل وإزاي بنى الإمبراطورية بتاعته. رجل الأعمال اللي معانا النهاردة هو راجل قدر يحقق معجزة مالية حرفيا، من الرقم 0 إلى ملايين الدولارات. رجل الأعمال هو سيدنا عبد الرحمن بن عوف. تعالوا نتعرف أكتر على حياته. سيدنا عبد الرحمن اتولد قبل عام الفيل ب10 سنوات في مكة، في قبيلة بتشتغل في التجارة، وزيها زي كل أهل مكة في الوقت ده كانوا كلهم بيشتغلوا في التجارة. شاف قوافل التجارة ما بين الشام واليمن، شاف رحلتي الشتاء والصيف، اتعلم أصول التجارة الصح، اتعلم أصول البيع، اتعلم أصول الشراء، وبدأ يشتغل في التجارة وجمع مال مش قليل. بعد كده دخل في الإسلام، كان هو من أوائل الناس اللي دخلوا في الإسلام، وحصل الاضطهاد من قريش، فاضطر لما ربنا أذن بالهجرة أنه يترك كل ماله وكل ممتلكاته ويهاجر إلى المدينة مع المسلمين. لما دخل المدينة لم يكن يملك أي مال ولا ممتلكات. لما الرسول الكريم أخى بين المهاجرين والأنصار، أخى بين عبد الرحمن بن عوف وسيدنا سعد بن الربيع اللي كان من أغنى الرجال في المدينة وقتها، وعرض على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه ياخد نصف ماله وياخد بيت من البيتين اللي عنده. فتعفف عبد الرحمن بن عوف وقال له الكلمة الشهيرة اللي كلنا نعرفها: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. وهنا وقفة مهمة جدا، إن الراجل في أول يوم له في المدينة في حياة جديدة بتعرض عليه مبلغ كبير من المال يبدأ بيه شغل ويبدأ بيه تجارة، ولكنه رفض وتعفف وعاوز يشتغل ويكسب من عرق جبينه. راح للمكان اللي هو بيشتغل فيه واللي هو بيفهم فيه التجارة، راح السوق علشان يبدأ أول خطواته. وهو ده اللي بيفرق الشخص الناجح عن غيره، إن هو بيتحرك وبياخد الخطوة. بدأ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في السوق تجارة بسيطة جدا بدون أي رأس مال، يشتري سمن وعسل ويبيع، ويشتري حبال ويجهز عقال للبعير ويبيع. بدأ يكون فلوس بسيطة. في خلال أسبوعين كان قادر إن هو يتجوز ويقدم مهر وزن نواة من ذهب. الرسول لما عرف بكده دعا له وقال له: بارك الله لك في صفقة يمينك. وهنا كانت البركة المطلقة اللي هتحل على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. كبرت تجارة عبد الرحمن بن عوف وتوسعت لدرجة إن كان في وقت من الأوقات قوافل كاملة بتتحرك وكانت ملكه. كان عبد الرحمن بن عوف بيتاجر، يكسب فلوس، يرجع يستثمر الفلوس دي. بيستثمرها في وجهين: إما في سبيل الله، إنه بينفق بسخاء عظيم لدرجة إنه مرة اتبرع بقافلة من 700 بعير كلها لله، أو بيعيد استثمار الأموال ديت في وجوه دنيوية. اشترى عقارات، اشترى بيوت في المدينة، كان له بساتين في المدينة، أو كان بيعيد استثمارها في التجارة نفسها، إن التجارة بتتوسع أكتر وأكتر، لدرجة إن وقت وفاته رضي الله عنه كانوا بيقطعوا الذهب بتاعه بالفؤوس لحد ما الناس اللي كانوا بتقطع بتتعب. وقت وفاته رضي الله عنه قدرت ثروته حسب بعض المصادر بأكتر من 3 مليون دينار،
اللي بيعادل في الوقت الحالي تقريبا 4.25 جرام من الذهب. فتصوروا الثروة الطائلة. في حكمة قالها عبد الرحمن بن عوف بتشرح كتير جدا من حياته. قال رضي الله عنه: ما أخفيت عيبا وما بعت دينا وما استقللت ربحا. ده بيدل على أمانته في التجارة وثقة الناس فيه وسمعته الطيبة اللي خلقت له تجارة واسعة جدا وفتحت له أبواب كتيرة. وما بعت دينا ده بيدل على رؤيته الشاملة لدورة رأس المال بالنسبة للتاجر اللي هي عصب حياته. ما ينفعش إن المال يفضل مركون فترة طويلة، لازم التجارة مستمرة، يشتري بضاعة ويبيع، يشتري ويبيع. وما استقللت ربحا مفهوم جيد جدا، لأن أي شغل وأي ربح هيؤدي إلى نتائج عظيمة جدا. قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قصة ملهمة جدا بما فيها من روحانيات وأخلاقيات في مهنة زي التجارة، اللي قدر من خلالها يحقق ثروة مالية ضخمة جدا، وكان بينفق بطريقة عجيبة وسخية جدا، ويرجع تاني يكون فلوس ويرجع يدخل في الدايرة، يتاجر، يكسب، يستثمر، سواء في الدنيا أو في الآخرة. بإذن الله في قادم الفيديوهات هنتكلم بتفاصيل أكتر عن رجال أعمال حديثة، يكون عندنا تفاصيل أكتر ليهم كأشخاص ولشركاتهم، ونقدر نعمل تحليل كامل للشركات وإزاي نشأت وإيه التحديات اللي قابلت رجال الأعمال وإزاي وصلوا لدرجة النجاح، علشان نتعلم منهم وناخد الدروس والعبر اللي تساعدنا إن احنا نبني حياتنا المالية زي ما نتمنى وأكتر.